الفكرة التصميمية هي تجريد للواقع، من هدفها ان انت ما تفكرش في التفاصيل والمعوقات الموجودة في الواقع وتركز اكتر على حل المشكلات بتاعتك. وطبعا التجريد ده مش حاجة هندسية او معمارية نقدر نعتمد عليها في وصف تفاصيل المشروع من ابعاد تفصيلية وابواب وشبابيك وعناصر انشائية، وده اللي احنا بنسميه المسقط الافقي. هنا دي أول مرحلة أنت بتبدأ ترسم فيها عن طريق إن أنت بتحول الأفكار التجريدية لعلاقات وظيفية. الملامح الأولى للمسقط الأفقي بتبدأ تظهر بنهاية الخطوة دي، بس فعليا من دلوقتي ورايح مفيش أي خطوة هتبدأ وهتنتهي، كل خطوة هتبدأ لكن مش هتنتهي غير مع تسليم المشروع. المشكلات اللي كانت ظهرت معايا في المرحلة اللي فاتت هي حركة الشمس وإن معمول لها بلوك من الثلاث جوانب بتوع المشروع. واللي انا ببدا فيه في الخطوه دي فعليا مش ان انا ببدا ارسم على طول، لا بصراحه انا بالنسبه لي ببدا اشوف مشاريع سابقه وبشوف المشكلات اتحلت ازاي. مش لازم نفس المشكلات بالظبط بتاعتي، بس مشكلات مشابهه، طريقه الحل والفكر الفلسفي اللي وراها كان عامل ازاي. فمثلا المخرج والممثل فيرنر هيرزوج قبل ما بيبدا في ان هو يكتب اي سكريبت كان بيقرا حاجه في الادب القديم، الادب القديم جدا، عشان يملأ تفكيره اللاواعي بأعلى مستوى ممكن من الكلمات والمصطلحات والفكر والأحداث اللي كانت بتحصل وتعقيد الأحداث. وفي الخلفية كان بيبقى بيشغل بيتهوفن. بالنسبة لنا المعماريين اللي دايما حلولهم للمشكلات بتبقى ملهمة جدا، بايورك أنجل، أليخاندرو أرافينا، الناس دي فعلا تفكيرها بيكون ملهم، مش بس من الناحية الوظيفية كمان من الناحية البيئية، إن المشاريع بتاعتهم بتبقى بيئيا سليمة. وابدأ أشوف كل واحد فلسفته في التفكير في حلول المشاكل بتبقى عاملة إزاي. وبالنسبة للموسيقى اللي في الخلفية طبعا شاون مينديز. Do I need to show you? Guess I gotta show you. قبل ما بتبدأ توقع أبعاد أو تفاصيل حقيقية على العلاقات الوظيفية اللي عندك، لازم الأول تحط جريد تحتيها علشان تبدأ تشتغل بسكيل مناسب. الجريد دي ممكن تكون بتعبر عن أبعاد الخامات 60 في 60 أو 50 في 50 أو مضاعفات الباكيات اللي عندك أو عرض الباب أيا كان إيه، بس تكون شغال بجريد معينة ومحسوبة أنت عارفها دي هتكون بتاعت إيه، عشان في الآخر التصميم بتاعك يكون مرتبط بكل الخطوات اللي قبليه واللي بعديه. ولازم تطبقها في المرحلة دي علشان في المرحلة دي بشكل ما بيكون سهل جدا التغيير في الرسومات ده، لأنه بشكل كامل كل خطوة أنت بتاخدها بتبقى معتمدة على كل الخطوات اللي وراها. وطبعا حتى في المرحلة دي ما تحطش في بالك تفاصيل أبعاد شبابيك وأبواب وعرض الحوائط والكلام ده كله. حاول تخلي كل حاجة سكتشي، مجرد أن أنت بتركز على الفكرة وإنشائها هيكون إزاي خطوة بخطوة. وانا دايما لحد ما يكون عندي مسقط افقي واضح من خلال السكتشات والرسومات المانيوال، ببعد تماما عن ان انا اشتغل على الكاد او الريفت على اي برنامج، علشان انت عايز بقدر الامكان يبقى تفكيرك سريع واستجاب ليه بسرعه على الورق، ودي حاجه طبعا مش بتكون متوفره باي شكل على البرامج. خطوه اضافيه هنا مرجع شخصي ليا ان انا بضيف الايباد في الخطوه دي، ان انا احسن مستوى الرسومات من فلور بلان معمول كسكتشات لان انا احوله لاقرب ما يكون للواقع من خلال ان انا اوقع عليه ابعاد حقيقيه للفرش، وتفاصيل الابواب والشباك بتبدا تظهر معايا هنا من خلال الايباد قبل ما ابدا كمان في البرامج. ولحد هنا الناتج اللي بيطلع من الايباد بيكون بصراحه كويس جدا، ان انا ممكن كمان يبقى هو البرزنتيشن الاول بيني ما بين العميل، ما عنديش مشكله لان الرسومات بتبقى واضحه عليها مقياس الرسم، بيكون واضح عليها ابعاد الفرش، وبعدها خلاص انت يعني واضح قدامك الفكره، واضحه قدامك كل العناصر اللي انت عايزها، بتبدا تشتغل على البرامج، لان البرامج ما هي الا لمجرد الرسم فقط وليس التصميم. وحتى الخطوه دي مش بيكون معناها ان انت كده خلصت تصميم في المسقط الافقي، هي مجرد ان انت بتطبع علشان تشوف افكارك وصلت لحد فين، وبعدين بتبدا تعدل تاني في الافكار دي وتبدا تحسن فيها. دايما التحسينات الاخيره دي هي اللي بتنقل المشروع من مستوى عادي للمستوى الممتاز. واول ما تطبع المساقط هتبدا تشوف مشاكل جديده موجوده. هنا هيكون المسقط الافقي وقف عن ان هو يحل اي مشكلات تانية، بيجي دور ان انت تفكر في البعد الثالث للمشروع، وده اللي احنا بنسميه القطاع. لحد هنا اتمنى الخطوات من تجميع البيانات وتحليل المشروع والزونينج وان انت توصل للمسقط الافقي يكونوا اوضح بالنسبه لك.